هم اختاروا قضية واحدة بس، اللي هي بتاعة قضية الزنا مع واحدة في 2006. ولما دفع الفلوس ديت كوهين دفعها لها علشان ما تتكلمش عن العلاقة اللي حصلت بينهم. بس هي ممثلة أفلام إباحية، وبعد كده بقى بالتفصيل كتبت كتاب عن العلاقة ديت وشرحت كل حاجة فيها، وعن الأحداث اللي حصلت في الفترة اللي هم كانوا مع بعض فيها. ومعلش في الكلمة نقضت حتى الجهاز استغلالها، ما تعرفش بقى أمها اللي ادتها للراجل ده ولا أجرتها له ولا إيه. كان عندها 9 سنين في الفترة ديت. يهود أمريكا ما بينتموش لدولة إسرائيل وما تهمهمش دولة إسرائيل. جمهوري، الحزب الجمهوري يعتبر حزب يميني زيه زي الحزب الليكود اللي موجود في اسرائيل. اسرائيل كده في سكتها ان هي عايزه يبقى لها كيان خاص مستقل عن امريكا، وهم خايفين ان لو ترامب دخل الانتخابات السنه الجايه ينجح في الانتخابات ويقدر يفرض سياسه اليهود الشرقيين على امريكا وتلتغي ويلغي كل الحاجات اللي موجوده في امريكا، الحريات وي والكلام ده كله. امريكا اصلا دوله بروستاتيه ملحده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هتكلم عن محاكمه ترامب. ترامب هيتم تأديبه للمحاكمة، وإذا ما سلمش نفسه هيتم اعتقاله أو القبض عليه. التهمة كانت موجودة واتفتحت في 2018، بدأت من 2016 قبل الحملة الانتخابية بتاعته. التهمة اللي بتواجه ترامب واللي قدمها هيئة المحلفين في أمريكا أو في نيويورك بالأخص. المحلفين دولت بتبقى زي مجموعة من المواطنين العاديين، بتتشكل لجنة طرح القواضي اللي هم عايزينها، سواء قواضي اجتماعية أو سياسية داخل المجتمع. بيتكلموا فيها، بيقدموا أدلة وبيفتحوا الملفات بتاعتها. ممكن لو في قضية المحكمة حكمت فيها بحكم قضائي، ممكن هم يتاخدوا بجمع الأصوات إبطال الحكم، أو هم يقدموا حد للمحاكمة. وده اللي عملوه مع ترامب. طب القضية إيه؟ ترامب ليه حوالي 30 قضية، لكن هم اختاروا قضية واحدة بس، اللي هي بتاعة قضية الزنا مع واحدة في 2006. وقبل الحملة الانتخابية بتاعته ظهرت الست ديت وهددت ترامب، فاداها 130 ألف دولار. 130 ألف دولار دفعهم المحامي كوهين. المحامي بتاع ترامب هو محامي يهودي اسمه كوهين. لما دفع الفلوس ديت كوهين دفعها لها علشان ما تتكلمش عن العلاقة اللي حصلت بينهم. بس هي ممثلة أفلام إباحية، وبعد كده بقت كاتبة، وقالت تقريبا مخرجة، وكانت مرشحة نفسها في 2010. بتحب يعني الشهرة في مجلس الشيوخ، وحتى كل يعني الأمريكان صاروا عليها. هي حتى جوزها ممثل أفلام إباحية. المهم العلاقة دي حصلت إزاي؟ حصلت في الفندق، وهي راح وهو كان موجود بيتناول العشاء بتاعه، شافة عجبته دخلت دماغه. لكن هي بصت له ان هو فرصة، كان بيعمل برنامج تلفزيوني تقريبا، وكان البرنامج ده لسه في البداية وكان واخد شهرة كبيرة، فهي عايزة تتشهر. فقالت له ان هي عايزة يعني تشتغل معاه او تطلع معاه في البرنامج دوت، واتفقوا مع بعض وهوب حصلت العلاقة بينهم. وطبعا هي بالتفصيل كتبت كتاب عن العلاقة ديت وشرحت كل حاجة فيها، وعن الأحداث اللي حصلت في الفترة اللي هم كانوا مع بعض فيها. ومعلش في الكلمة نقضت حتى الجهاز التناسلي ليه، بس كتبت حاجات كتير مش هقدر أتكلم فيها. اللي عايز بقى ممكن يجيب ويقول هي قالت ايه بالظبط. اسمها ستورمي دانييلز. الممثلة ديت علشان تعرفوا بس يعني برضو تعرفوا يعني النظام بتاع الدول الغربية ديت نظام زبالة شوية. لحد هيقبلوا على مراته ولا بنته ولا أخته ولا أي واحدة ست في عيلته. الست ديت أصلا إزاي طلعت ونشأت النشأة اللي هي عاشتها ديت كممثلة أفلام إباحية؟ كانت في مجتمع متقدم متطور بيتكلم عن الحريات وحقوق الإنسان. أبوها انفصل عن أمها، حصل إهمال من الأم، تم اغتصابها من راجل مسن كبير، أو تم استغلالها. ما تعرفش بقى أمها اللي ادتها للراجل ده ولا أجرتها له ولا إيه. كان عندها 9 سنين في الفترة ديت.
فأما كبرت بقى بدأت إيه تشتغل في المجال ده، المجلات القلعة والمجلات اللابسة والكلام ده كله. وبعد كده بدأت تتنقل للأفلام بتاعت الدعارة الإباحية اللي هي اشتغلت فيها واستقرت فيها. بعد كده اكتشفت إن هي كاتبة، إن هي مخرجة. 2010 حاولت تقدم في البرلمان لكن رفضوها إن هي تمثل المرأة في مجلس الشيوخ. المهم ان العلاقة اللي حصلت ديت، وهي كتبت اللي كتبته لما ترامب عرف ان هي بتهدده، هي غاوية شهرة اصلا، بتهدده في 2016 وده واحد هيبقى رئيس لامريكا، قرر ان يديها 130 الف دولار. تم اتهام ترامب ان هو دفع الفلوس ديت من فلوس الحملة الانتخابية بتاعته، وكتب في البيانات بتاعتها ان هي دفعت عشان استشارات قانونية. فتح الملف التاني في 2018 وهو رئيس جمهورية. المحامي ضغطوا عليه شوية، قال لهم بصراحة هو حصلت العلاقة ديت بينه وبينها، وبعدين هو اداها 130 ألف وبيسدد فيهم، يعني هو لسه حتى ما سددهمش لحد دلوقتي، فهو ما خدهمش من فلوس الحملة الانتخابية. تم حبس المحامي بتاعه. المحامي بتاعه ده يهودي، ناخد بالنا من كلمة يهودي، وبنته متجوزة واحد يهودي واعتنقت اليهودية. تعالوا نشوف ترامب. ترامب قال أنا مسيحي ستاتي، وأمريكا صاحبة البشرة البيضاء. دوت أثار طبعا غضب ناس كتير في أمريكا. أمريكا أصلا متكونة من الأقليات والعبيد والمستعمرين بتوع بريطانيا وكل الدول اللي حواليها، فعشان كده بتلاقي البشرة هناك مش ثابتة على لون، ممكن تلاقي الزنوب وتلاقي الأبيض وتلاقي الوسط، بتلاقي الكل موجود هناك. فإزاي هو يخص أمريكا بالمواطن الأبيض؟ وهو كده يعتبر رجل عنصري. العنصرية دي موجودة في دولة إسرائيل، الدولة المتدينة. فالنظام بتاع ترامب هو النظام اليهودي الشرقي، لكن اليهود بتاع الغرب كمان غضبان على ترامب، هم ما بيدوش صوتهم لترامب. حتى هو هاجمهم في الفترة الانتخابية اللي فاتت وقال اليهود لازم يتوحدوا على كلمة واحدة. لكن في انقسام بين اليهود الامريكان واليهود اللي موجود في اسرائيل. قال يهود امريكا ما بينتموش لدولة اسرائيل وما تهمهمش دولة اسرائيل، اللي يهمهم امريكا بس، وده علشان هم مش بيدوا اصوات في الانتخابات. هو غير الحزب بتاعه حوالي 5 مرات من 1889، والاخير خالص رسي على الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري يعتبر حزب يميني زيه زي الحزب الليكود اللي موجود في اسرائيل، حزب يميني ليبرالي، وبرضه اكيد الحزب الجمهوري بتاعه فيه ليبراليين برضه زيه زي الحزب الليكود اللي موجود في اسرائيل. في انقلابات داخل اسرائيل وفي احداث بتحصل داخل اسرائيل، واسرائيل كده في سكتها ان هي عايزه يبقى لها كيان خاص مستقل عن امريكا. وهم خايفين ان لو ترامب دخل الانتخابات السنه الجايه ينجح في الانتخابات ويقدر يفرض سياسه اليهود الشرقيين على امريكا وتلتغي ويلغي كل الحاجات اللي موجوده في امريكا، الحريات والكلام ده كله. امريكا اصلا دوله بروستاتيه ملحده مش مسيحيه. هو ترامب بيعتقد ان هو مسيحي، لكن هو السياسة بتاعته سياسة يهودية مش مسيحية. اليهود لا يتقبلوا المسيحيين ولا يتقبلوا المسلمين، وده الطبيعي ان الدين اللي قبليك ما بيتقبلكش. اليهود يتقبلوا المسيحيين، يتقبلوا اليهود لكن لا يتقبلوا المسلمين، لا يعترفوا بالمسلمين لكن يعترفوا باليهودية. احنا بنعترف بالمسلمين وبالمسيحيين. الست ديت بتهدد ترامب من وقت للآخر. ليه؟ لأن في شبكة بتدير العالم كله، في شبكة بتدير العالم كله. الشبكة دي هي اللي بتشكل الحالة الاجتماعية داخل المجتمع والأفراد والسياسة الداخلية.
احنا كمان انتقلت لنا الثقافة الامريكية ديت عبر المؤسسات والحاجات اللي بتنتشر عن طريق امريكا عبر العالم. لكن ما زالت امريكا خاضعة رغم السياسة، رغم الاقتصاد بتاعها والكلام ده كله، هي خاضعة للاقتصاد الصهيوني الملحد اللي هو لا دين له، الشيوعية. علشان كده في واحد هو اللي بيحكم العالم، وهتلاقيه هو يعني ليه اقتصاد داخل أمريكا وليه اقتصاد داخل الصين، دولتين شيوعيتين الاتنين. الشخصية ديت لاري فينك ده أكبر اقتصادي عالمي، ودوت أصلا يعني اللي بيدير العالم كله والمؤسسات بتاعت العالم كله. لكن الفيديو ده اصلا معمول علشان ترامب، مش معمول علشانه. لكن الفيديو الجاي انا هتكلم عن السياسة بتاعته بالتفصيل، وازاي سبب في اسقاط الاقتصاد واسقاط بنوك داخل دول كبيرة منها امريكا في 2008 و 1995 في الازمة بتاعت الفقاعة العقارية. طيب الاقتصاد بتاعه نما وتوغل ودخل أمريكا وزرع مخالبه في الاقتصاد الأمريكي، وأصبح متحكم في السياسة الداخلية لأمريكا. السياسة الداخلية لأمريكا هي سياسة ماسونية بتدعم اليهود، لكن طريقة الشرق الأوسط علشان تنشر الثقافة والسياسة بتاعتها من خلالهم، مش علشان هم اللي يروحوا يحكموا أمريكا. ترامب قدم ولاء كتير لإسرائيل. نتنياهو يعني مش عايز بايدن، عايز ترامب. إسرائيل عايزة ترامب، لكن أمريكا عايزة الحزب الديمقراطي بتاع بايدن. وإن أخفر بايدن فهي دخل ترامب الانتخابات السنة الجاية يبقى عليه العوض في الحزب الديمقراطي. المواطنين هم اللي بيحركوا السياسة الداخلية مش القضاء. يعني المواطنين هم اللي بيحركوا السياسة الداخلية. هم قدموا القضية ديت، وطالما هم قدموها يبقى هتتفتح. هل الأدلة كافية لإدانة ترامب؟ الأدلة مش كافية. هو الراجل المحامي قال لك ايه؟ قال لك ايوه هو اصلا، قال لك هو اصلا فعلا دفع 130 ألف دولار للست دي. طب دفع ال 130 ألف دولار، بقى عندك بيانات تثبت ان هو دفعهم فعلا من فلوس الحملة الانتخابية؟ ما عندكش بيان. لكن لو لجنة المحلفين قالت لا احنا مقتنعين، فممكن يتحكم، او ممكن تبقى عليه قضية مش الحكم بتاعها ان هو ممنوع ترشيحه في الانتخابات، لانه استغل اموال الدولة في حياته الخاصة. هما مش بيعاقبوه على موضوع الزنا نفسه، لا هما بيعاقبوه على موضوع الفلوس ديت انت خدتها منين ودفعتها للست ديت ازاي. لكن في نفس الوقت برضو عايزة يعني اتكلم في حاجة، هل هما لو كانوا عرفوا العلاقة بينه وبين الست ديت قبل الانتخابات كان هينجح في الانتخابات؟ لا، ما كانش هينجح في الانتخابات. ما كانش هينجح في الانتخابات ليه؟ مع ان امريكا اصلا يعني عادي عندها موضوع الزنا ده عادي، يعني ف ايه يعني واحد عمل علاقة مع واحدة؟ لا، الست ديت ممكن لو راحت قدمت بلاغ وقالت ديت كانت علاقة مش مبنية على اتفاق بيني وبينه، لا ده هو اجبرني على فعل حاجة يعني معينة، يتحاكم هو على ان هي اغتصاب. فترامب كمان مرفوض في امريكا ليه؟ لانه هو قال لك هو عايز يمنع الشذوذ وعايز السياسة اليهودية، هو بيحاول يكسب اليهود. قال لك امنع الشذوذ وامنع التحولات الجنسية، واليهود بيدعموا حاجة زي كده. زائد ان هو كمان عنصري زي اليهود، ان هو قال لك ان لا امريكا هي تخص البيت بس، اسرائيل تقول لك اسرائيل تخص اسرائيل بس، الشعب الاسرائيلي مش عايزه فلسطين ولا عايزه الاردن. ده حتى اول وزاره عملها نتنياهو لما جه بقى كرئيس وزراء، اول وزاره عملها وزير الماليه اول حاجه قالها ان مفيش اردن، مفيش لبنان، مفيش فلسطين. فاستحاله ان هم هيخلوا ترامب يترشح للانتخابات وينجح تاني. هو لو ترشح الفتره الجايه ديت هينجح في الانتخابات، وهو ده اللي خايفين منه. لو هو خد حكم قضائي بعدم ترشيحه في اي مناصب
سياسية، فبكده مش هيقدر يقدم نفسه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. عشان كده هنشوف مع بعض الأحداث في الفترة الجاية هيحكموا عليه بإيه، هيسلم نفسه ولا لأ. هو قال إن هو هيمثل للقضاء عادي، وهيشوف هم عايزين يتهموه بإيه، ومن حقه إن هو يدافع عن نفسه. عامة تابعونا على القناة، فعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. معكم صفاء خطاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.